ازاي تبقى فاشل في 5 دقايق بس. ايوه انت سمعت صح، كمل معايا الفيديو عشان تعرف ازاي تبقى فاشل في 5 دقايق بس. طب يا صديقي، قبل ما نخش في الموضوع، انا عمر ابراهيم وده قناة معرفش، ويلا بينا نبدأ. وقبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على رسول الله. طيب انا سميت ليه الفيديو ده ولا عملت الفيديو ده؟ عشان فعلا هو عن الفشل، وان انت صديقي بتتحط في مواقف بتفشل فيها عشان انت مش عارف تخطط ومش عارف تعمل حاجة، فانت بتضطر انك تفشل فتبقى مفكر نفسك انك فاشل. انما يا صديقي، انك شفت عنوان الفيديو والصورة المصغرة ومكمل معايا لحد هنا، يبقى انت عايز تنجح بجد. فهنا وفي الفيديو ده هعرفك ازاي تنجح. فانا يا صديقي كنت بعمل لك اختبار نفسي ان انت تعديت منه بنجاح وشفت الفيديو لحد هنا، فانت بجد شخص عظيم. وتعالى اقول لك ازاي تبقى فاشل. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ طب ايه هي اول خطوة تعملها؟ لازم تنجح. طب ازاي الفيديو بيقول ازاي تبقى فاشل وفي نفس الوقت بيقول لك ازاي تنجح؟ بص يا صديقي، انت لو ما نجحتش خليك عارف ان في غيرك هينجح. يعني انت كنت مركز مثلا على هدف مثلا كلية عالية مثلا، يعني فانت لو ما جبتش الكلية دي فغيرك هيجيبها. يعني الحلم ليك ولغيرك. يعني انت لو ما استغلتش الفرصة وانك تقوم تذاكر مثلا لو في الدراسة الكلام ده، فهو غيرك بيذاكر وبيتمرمط ويروح دروس وانت حضرتك قاعد تتفرج عليا ما تقفلش الفيديوهات. المهم يعني لازم تبقى ناجح عشان اللي حواليك مش هيرحموك. حرفيا انت لو ما جبتش الحاجه اللي انت عايزها، ففي المجمل الناس اللي هي كانت بتقول لك انت مش هتنجح مش هتنجح، فانت كده شمتهم فيك. فانت حرفيا لازم تقوم وتعافر مره واثنين وثلاثه، والرابعه كانت اسمها الثالثه بس انا سميتها الرابعه. المهم يعني لازم تعافر يا صديقي، والله بجد بكلمك بجد. يلا بقى على الخطوه الثانيه. طيب الخطوه الثانيه هي تحديد الاولويات. يعني مثلا انت وراك ماتش كوره ووراك درس في نفس الوقت، فالمفروض من الاولويات انك تروح الدرس وماتش الكوره تاجله او تسمعه بعد. تمام. ولو وراك حجز كوره تاجله برضو، يعني ما حاولتش في ميعاد الدرس. يعني اهم حاجه ترتيب الاولويات، انك تعرف ان مثلا اول حاجه الصلاه، قراءه القران، وبعديها المذاكره. يعني دي الاولويات في الدنيا. دي اولوياتك: الصلاه، قراءه القران، وبعدين المذاكرة، وبعدين بقى شوف بقى انت هتعمل ايه بقى، يوتيوب بقى، شوف انت هتعمل زي كده اي حاجة. اهم حاجة ترتب اولوياتك. وبين على الخطوة الرابعة. الخطوة الرابعة هي بتتكلم عن تنظيم الوقت. تنظيم الوقت ده معظم الناس بتفكره حاجة كده على الله، انما تنظيم الوقت ده بتخليك تنجز حاجات كتير جدا في وقت قصير. بالذات بقى لو انت صحيت الفجر كده وصليت تمام، دعيت ربنا وقمت تذاكر، تشتغل، تعمل اي حاجه، الوقت اللي بيبقى من بعد الساعه 4 ده لحد الصبح بيبقى الصراحه وقت يعني الله وكيل. جربوها بصراحه، يعني ما فيش وصف يوصف الكلام ده، ما فيش وصف يعبر يوصف التعبير. فترتيب الوقت يا جدعان مش حاجه اضافيه لازم تعملها، دي حاجه اساسيه في النجاح. يعني لازم ترتب وقتك. مش لازم ده انت مجبر ترتب وقتك. يعني ده من الساعة 1 للساعة 2 مثلا في درس مثلا، ومن الساعة 2 للساعة 3 مثلا بلعب كده. لازم ترتب وقت يا جماعة، لازم ترتبوا وقتكم. ونيجي بقى على الخطوة الرابعة، وهو تحديد الهدف. ايه الفرق ما بين الاولويات والهدف؟ الاولويات اللي انت لازم تعمل الحاجه دي وما تعملش الحاجه دي، يعني الحاجه دي وبعدها الحاجه دي. الهدف انك تحط حاجه قدامك ليها وقت ماشي ولها ميعاد لازم تتحقق فيه. يعني مثلا انا حاطط مثلا هدف 1000 مشترك مثلا على اخر السنه دي مثلا. يعني انا مثلا حاطط رينج 1000 مشترك لاخر السنه. بالله عليك اشتركوا في القناه. لو استفدت كلمة اشترك في القناة. فلازما تحدد الهدف بتاعك، عشان كل ما الدوبامين يقل عندك وكل ما يجيلك احباط تبص على الهدف وتبص على النتائج اللي هتعود عليك. برضو من اهم الحاجات اللي هتخليك تكمل انك تستغفر ربنا، وكل ما تزهق تقوم تصلي لك ركعتين وتكمل تاني. تقريبا انا كده خلصت الفيديو القصير الحلو ده. فحط لي لايك لو استفدت حاجة، واشتراك في القناة لو اتعلمت حاجة، وما تنساش تصلي على رسول الله. وباي باي. نقطة مهمة نسيت أقولها عشان أحمسكم. الفيديو الجاي هنكون عن كورس كانفا على اليوتيوب.
فما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، عشان اول ما يوصل ل50 لايك هنزل الكورس على طول. الكورس مدته ساعة، فلازم تشترك في القناة، مش اختيار المرة دي، ده اجباري.